أهلا بيكم في أول فيديو إخباري لسنة 2025. عارفين إن في موبايلات متوسطة كتيرة نزلت برا مصر، وفي موبايلات لسه مجرد تسريبات. وناس كتيرة بتسأل هل الموبايلات دي هتنزل بمصر بضمان رسمي ولا لأ. عشان كده في الفيديو ده النهاردة هقول لكم إيه الموبايلات المتوسطة اللي هتنزل رسمي في مصر بنسبة 99%، وموعد نزولها وأسعارها المتوقعة. كالعادة ما تنسوش تصلوا على النبي محمد على أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ الفيديو. أول موبايل معانا هينزل قريب في مصر وهو أوبو رينو 13 5G، والمتوقع ينزل رسمي في 1 فبراير. مش بس كده، السلسلة الجديدة كلها هتنزل مصر وبتشمل رينو 13 اف 4G ورينو 13 اف 5G ورينو 13 5G ورينو 13 برو 5G. الموبايل الأهم بالنسبة لينا وهو رينو 13 5G لأنه الموبايل المتوسط الفعلي في السلسلة. المميزة الكبيرة هنا إن المعالج بيجي ديميستي 8350، وده أول موبايل نشوفه في موبايلات أوبو المتوسطة. وهو معالج قوي بيشتغل على ببجي على 90 فريم وأداء اختبارات انتيونتي ممتاز. الموبايل بيجي بشاشة مسطحة بحواف قليلة وإضاءة قوية، كاميرات جيدة لكن مفيش عدسات تليفون السيلفي 50 ميجا بكسل. البطارية هنا 5600 ملي أمبير مع شحن سريع 80 واط وتصميم زجاجي بإطار مطفي ومقاوم للمية. السؤال المهم، هل السعر حاليا أسعار الفئة المتوسطة بقت عالية جدا؟ عندنا مثلا الجلاكسي A55 ب23,000، وفيفو 7 بلس ب24,000، ورينو 12 ب25,000. متوقعش إن رينو 13 5G يكون أرخص، لكن نأمل إن أوبو تقدم سعر محترم علشان المنافسة تفضل قوية. ونيجي بقى لسلسلة شاومي نوت 14. شاومي بتجهز للإطلاق ريدمي نوت 14 في مصر، والسلسلة هتضم ريدمي نوت 14 4G وريدمي نوت 14 برو 4G وريدمي نوت 14 برو بلس 5G. الموبايلات دي هتتوفر في مصر خلال فبراير، بس برو بلس 5G هيكون متاح بضمان دولي عند التجار. المعالج هنا هو سناب دراجون 7 اس جين 13، وهو نسخة أبسط من سناب دراجون 7 جين 3، لكن لا يزال خيار جيد للفئة المتوسطة. الموبايل بيجي بشاشة 120 هرتز منحنية مع سطح مع سطوح عالي، بطارية ب 5160 ملي أمبير وشحن سريع 120 واط، وكاميرا رئيسية 200 ميجا بكسل مع مثبت بصري. الأداء الفعلي للكاميرا هيبان بعد التجربة، لكن الاختلاف هنا هيكون في المعالج والبرمجيات عن الجيل السابق. السعر متوقع إنه يكون أعلى من 20,000 جنيه لكن لسه مش مؤكدة. ونجي للموبايل بوكو اكس 7 برو، هو خلفية البوكو اكس 6 برو، لكن مش هيتوفر بضمان رسمي في مصر، وهتلاقيه عند التجار بضمان دولي بس. السعر حاليا حوالي 21,000 جنيه، لكن متوقع هتدفع الضريبة هيزيد 7000 جنيه. الم- الموبايل بيجي بمعالج ديمايستي 8400 الترا ببطارية ب 6000 ملي امبير وشحن سريع 90 واط، وشاشة مسطحة بحواف أقل، لكن الكاميرات متغيرة بشكل بسيط وأدائها محتاج تجربة فعلية. لو عايزين مراجعة ل X7 برو قولوا لي في الكومنتات علشان أوفر وأعمل لكم تجربة كاملة ليه. وأخيرا ريلمي غيرت المعالج في موبايلها الجديد ريلمي 14 برو بلس، وبيجي سناب دراجون 7 اس جينز نفس المعالج اللي في ريلمي نوت 14 برو بلس. التصميم فيه تغيير لون عند التعرض للمية أو التلج، وده اختراع غريب من ريلمي، لكن الجديد الحقيقي إنه بيجي مقاوم للمية. الموبايل فيه 3 فلاشات لتحسين الصور الليلي وعدسة 50 ميجا بكسل للزوم والبورتريه، والشاشة منحنية من أمولود، والبطارية ب 6000 ملي أمبير مع شحن سريع 80 واط. متوقع ينزل رسمي في نهاية فبراير أو مارس، وغالبا خلال شهر رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. ونجي بقى للتسريبات. سامسونج A56 و A66. تسريبات سامسونج بتحضر لإطلاق جالاكسي A56 وجالاكسي A66 خلفية A55 و A35. لكن التصميم فيه تغير في الشكل الكاميرات، الفرق الأساسي هيكون في المعالج، وهنا بيجي A56 هيجي بإنوكسي 1580 وهو أقوى من الجيل اللي قبل، و A36 غالبا هيجي بسناب دراجون 6 جين 3.
أو 7S Gen 2. الهاتف دي لسه قدامها وقت وممكن تنزل في شهر أبريل، لكن المشكلة إن أسعار سامسونج زادت جدا، فمتوقع إنهم ينزلوا بأسعار أقل من الجيل السابق. تعالى نلاقي الفيفو في 50. تسريبات فيفو بتجهز لموبايلها الجديد فيفو في 50 اللي هيجي بنفس المعالج سناب دراجون 7 جين 3 وبطارية 6000 ملي أمبير. فيفو دايما بتركز على جودة الكاميرات، لكن التفاصيل لسه مش واضحة، والموبايل متوقع ينزل في شهر أبريل. وكلمة أخيرة دي كانت خريطة الموبايلات المتوسطة في أول 25، ونتمنى إن الكميات تكون متاحة بشكل كويس علشان الأسعار ما توصلش لمستوى مبالغ فيه بسبب الاستغلال. المنافسة بين الشركات لازم ترجع بقوة، لأن ده صالح المستهلك. لو كملت الفيديو للآخر شكرا ليك، واكتب كومنتات أكتر موبايل مستنيه، ولو اشتريت موبايل جديد قلنا جبته بكام علشان تفيد غيرك. وما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة. كان معكم معتز ياسر من قناة موبايل برو بلس، ويلا سلام.